بسم الله ما شاء الله. الشاشة شغالة بقالها حوالي 5 ساعات اهي او 4 ساعات، زي الفل، مفيش اي مشكلة فيها. عايز تعرف بقى المشكلة كانت فين واتصلحت ازاي؟ تابع الفيديو دوت بكل تركيز كده، وان شاء الله هتلاقي فيه معلومات قيمة. تابع معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناتكم، قناة حشاد الكترونيك. النهارده جاي لنا البوردة دي بتاع الشاشة جاك 55 بوصة. هي مش ال 4K دي، البوردة العادية اللي حتى مش سمارت. الرقم بتاعها TBMS 3458 بي .BC757. دي جاية من عند فني، وشكوى العميل ان هي حصل فرقعة والشاشة طفت. طبعا لما جينا فحص بالنظر لقيت ان هنا الفيوز طاير. طالما الفيوز طاير يبقى انا عندي مشكلة في احد 5 اسباب. بعد الفاصل ان شاء الله كده هنشوف هنعمل ايه فيها. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني ويلا نفحص كده سوا، نشوف الاسباب بتاع ضرب الفيوز ايه. هنجيب على وضع الصفارة ونشوف. اول حاجة من اسباب ضرب الفيوز ان لو في فاريستور يكون الفاريستور بيصفر. كده مفيش مشكلة فاريستور. طيب، بعد منها البريدج، مفيش ولا دايت شورت. تمام. نيجي على المكثف الكبير. المكثف الكبير في حد ذاته مش شورت. حلو. هنروح بقى على المسفتات بتاعة التقطيع. ادي مسفت بتاع دايرة تقطيع، ادي المسفت بتاع الBFC شورت. زي ما احنا سامعين التلات ارجل مع بعض شورت. التلات ارجل مع بعض شورت. نسمع كده. معنى كده ان المسفت ده شورت بما فيهم الجيت، يبقى IC التقطيع بتاعه كمان الله يرحمه. تمام. طب في عندنا مسفت كمان هنا بتاع الباك لايت، بتاع تقطيع الباك لايت. مفيش حاجة حواليه شورت. تمام زي الفل. طب هل في حاجة في الديودات دي شورت؟ لا، هنا كمان كده. يبقى انا عندي مشكلة هنا في دايرة التقطيع الخاصة بدايرة رفع الجهد، او دايرة الBFC، او دايرة الباور فاكتور كوريكشن. هنرفع كده الهيت سينك ده ونشوف. طبعا هنا باين اهوت اثر احتراق او اثر سخونة جامدة. هنسمي الله ونرفع ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تفرغ جيدا على قد ما تقدر.
اللي مش هيرضى يطلع معانا بالذوق يطلع معانا بالفلكس بالقصدير السائل. تجيب ال 183 او ال 138 عشان تعرف تفرغ كويس. هكذا. نحاول نفك بسم الله. في عندنا حاجة ماسكة، ماشي، يبقى بالراحة كده. محدش بيجري وراك كده، ونفرغ مكانه كويس. جميل. كده احنا عارفين ان المذبذب معانا كمان ضارب. تعالى كده بعد ما رفعنا نشوف هل الشورت مازال موجود ولا لا. كده الشورت راح. طب هنا ثلاث اطراف معانا طايرين، معنى كده ان احنا تأكدنا ان المذبذب كمان طاير. جميل. هنرفع المذبذب. واحيانا في البورد دي خد بالك، انا باكد انا شرحي على البورده دي عشان دايره البي اف سي بتختلف من بورده لبورده في الوظيفه بتاعتها. احنا قلنا عارفين يعني، عشان برضو محدش يعلق من اخواننا الجمال اللي بيتصيدوا الاخطاء في الكلام. هي مقصود من دايره البي اف سي او دايره الباور فاكتور كوركشن عندنا، زي ما الناس كده بتسميها، ان هي دايره رفع الجهد، عشان بتعوض معايا امبير في دايره الباور للحمل اللي ايه كتير عندنا. بس توظيفيا بتختلف من بورده لبورده. كده رفعنا الاي سي اهو. يبقى كده رفعنا اي سي ومذبذب، مصفت ومذبذب. هنيجي تاني على رجل الجيت. احيانا بيكون فيه مقاومه فيوزيه على المسار بتاع الجيت اللي رايحه للاي سي. هنفحصها كده. ادي رجل الجيت وادي المقاومه الفيوزيه. المقاومه الفيوزيه دي بايظه اهي، من الناحيه دي رايحه للمذبذب، يبقى دي كمان بايظه، هنشيلها هي كمان. يبقى دوت زي فيوز كده
واحيانا كمان بتكون شغالة على ترانزستور، يعني بتختلف من دايرة لدايرة. كده احنا شلنا كل ما هو كان تالف. هنعوضه منين بقى؟ بص يا ريس، هي دايرة البي اف سي هنا زي ما قلنا بتختلف توظيفيا من بوردة لبوردة. فهنشوف دلوقتي هي شغالة مع البوردة كلها ولا شغالة مع جزء معين. حاول تركز عشان تفهم معايا انا اقصد ايه. تعالى كده نجرب البوردة، هل هي فاتحة ستاند باي ولا مش فاتحة ستاند باي. بسم الله الرحمن الرحيم. على السيريا طبعا. نسيت انا كده ما عنديش شورت، فهنشعر الفيوز لحد ما نخلص تجربة. بسم الله. بالشكل ده. ونسمي الله كده ونجرب. بسم الله. في عندي مكثفين هنا منفخين، مش دي القضية. بسم الله الرحمن الرحيم. البوردة ستاند باي تمام. مفروض على فكر بعض الإخوة إن هي مش هتفتح، بس ركز معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بوردة فتح. طب يلا نقيس جهودنا، يلا بينا. ادي 5 1 1 1 و8 3 و3 3 و3 تاني، يعني جهودك شغالة. ايه بقى القصة دي؟ تمام. قبل ما نشيل، هل في جهد خارج على الباك لايت؟ مفيش. ركز معايا. هل في جهد خارج على الباك لايت؟ مفيش. ليه؟ نفصل بس الأول. لمبة اهي، فصلنا كده. أنا ما عنديش شورت. شورت راح لما رفعت الموسفت. الموسفت والمذبذب كمان بايظ عشان عندي الثلاث رجول قافلين في بعض، وعندي فيوز او مقاومه فيوزيه بين الجيت وبين المذبذب كمان تلفه. تمام زي الفل. هنا بقى دايره البي اف سي شغاله فين يا باشا؟ ركز معايا كده في البورده دي. انا عندي هنا بقى في 300 على المكثف الكبير. ادي دايره تقطيع خاصه بالشوبر ده. الشوبر ده بيخرج لي على الدايود هنا، ده بيخرج لي ال 12 فولت عادي جدا. ال 12 فولت عادي جدا كأن مفيش أي حاجة تانية، بس ده بيخرج لي ال 12 فولت فقط. يخشوا على المين بورد يشغلوها كلها من غير إضاءة. طب دايرة البي اف سي هنا لازمتها إيه؟ دايرة البي اف سي لازمتها إن هي بتخش في الشغل بعد ما أدوس أون المفروض، عشان تقطع وترمي معايا أمبير زيادة. يبقى هنا 400، فرمت معايا جهد ورمت معايا أمبير. بتشتغل مع التقطيع او مع الجزء بتاع الباك لايت. انت شايف اهو ال 12 طالعه والجهود طالعه، بس لما انا لاغي البي اف سي الباك لايت مش قايم. فهي هنا مرتبطه بالباك لايت لان الشاشه كبيره ومحتاجه اضاءه كتيره، فدي راميه الامبير بتاعها في الجزء بتاع الباك لايت فقط.
طبيعي هلاقي فيه امبير مرمي على ال 12 عشان برضو محدش يتصيد اخطاء، بس هنا الشغل الاكتر في الباك لايت، لان لو هي هنا مرتبطه بال 12 اكتر كنت هتلاقي فيه جهد ستاند باي لوحده، وبعد كده ال 12 بتطلع بامبير عالي عشان احنا محتاجين امبير عالي منها في الاون، انما احنا هنا عملنا اون من غير امبير عالي، من غير ما يكون فيه بي اف سي. فهنا البي اف سي دي مرتبطه اكتر بجهد الباك لايت. عندي بوردة تانية تشبه لها بس دي ال 4K، هاخد منها الموسفيت، كانت بايظه بروسيسور، هاخد منها الموسفيت وبتشتغل بنفس المذبذب وفيها نفس الفيوز، هنركبهم مع بعض وهنشوف في جهد هيطلع على الباك لايت ولا لا، وبعد كده هنغير جزء المكثفات دول، مش مشكله، يبقى امرهم سهل. يلا بينا. دي تقريبا كانت مفكوكه، ده كده كان مفكوك. هنا الموسفيت لوحده تحت المبرد، والدايودات لوحده، الدايود الخارجي لوحده، هنا الاتنين مع بعض. فانا هاخد الموسفيت ده بالمناسبة 20N60، يعني مش حاجة غريبة ولا حاجة. ده البايظ ده السليم. ده كده هنا تمام، ده جاهز معانا. هناخد المذبذب دوت، وهناخد المقاومة الفيوزية من هنا برضو. ادي المقاومة الفيوزية جنبها اهيت. تمام، هنركبهم مكانهم بسم الله. كده تمام. يلا بينا نركب بقى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طب قبل ما نركب تعالى نتأكد من حاجة، بسم الله. من الجيت للمقاومة للناحية التانية للاي سي. تمام، يلا بينا نركب الموسفيت.
زي الفل. بسم الله. بس فين دول؟ قلنا مش كيمياء، هيتغيروا كده كده، والفيوز هيتغير برضو كده كده، بس نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. على السريع. بسم الله. لمبة حمراء. عايز اوريك حاجة. لمبة حمراء اهي، وهنا مفيش جهد باك لايت. هدوس اون. تدخل بس الخدمة. طالع معايا جهد باك لايت. تمام زي الفل. تعالى كمان. يعني معنى كده انا تمام. وهنا جهد الباك لايت ما طلعش غير لما دايرة البي اف سي الحمد لله اشتغلت. هنغير طبيعي المكثفين دول، وهركب فيوز تاني من نفس البوردة معايا اهو. انا مش عايز منها حاجة، انا يعني قطع الغيار الحمد لله متوفرة، وهنديها لصاحبها يجربها ويصورها لنا ونديكم النتيجة النهائية. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.